الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبهذه المناسبة الغالية العزيزة على كل مسلم، مناسبة استقبال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الذي فرض الله سبحانه وتعالى على المسلمين صيامه بهذه المناسبة، مناسبة ثبوت رؤية هلال هذا الشهر الميمون لهذا العام الأغر. يشرفني أن أتقدم إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان معظم حفظه الله تعالى، وإلى الشعب العماني الأبي، وإلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالتهاني الطيبة، راجيا من الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة أعواما متعددة على جلالته باليمن والخير والعز والبركة، وعلى الشعب العماني وجميع الشعوب المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها بالخيرات وبالبركات، مع الوئام والوحدة والوفاق والألفة، ومع التعاضد جميعا على تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح المقرب إلى الله، وأن يوفق الجميع لصيام هذا الشهر وقيامه على النحو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وذلك مؤد طبعا إلى تقوى الله سبحانه، فإن الله جعل التقوى هي الغاية من هذه العبادة، كما جعلها الغاية من كل عبادة من العبادات. فقد قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية التي يفضي إليها الصيام تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله مؤلفة بين قلوب المتقين وجامعة لشتاتهم وموحدة لصفهم. حسبكم أن التقوى هي التي تجمع بين الناس المتقين يوم القيامة في وقت يتفرق فيه الناس وتتقطع فيه الصلات وتزول فيه العلاقات. فقد قال الله سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم، الأخلاء في ذلك اليوم يتعادون كيفما كانت الخلة بينهم، إذ كل جامع يجمع بين الناس ينقطع في ذلك اليوم، فلا صلة بين قريب وقريبه، ولا صلة بين حبيب وحبيبه، إنما الصلة بين عباد الله تعالى المتقين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لهذا أحض نفسي وأحض كل مسلم ومسلمة بأن نتقي الله سبحانه وتعالى جميعا، ونستمسك من التقوى بالعروة الوثقى، وأن نحفظ مكاسب صيامنا بالمحافظة على تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نتآلف ونتآزر ونتعاضد، وبهذا يتحقق للمسلمين النصر العزيز والفتح المبين، كما وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نعم، هذه المكاسب تحققت
في القرون الماضية عندما تعاضد المسلمون على تقوى الله وتآزروا وتآلفوا وتوحد كلمتهم واجتمع شتاتهم، فالله سبحانه وتعالى نصرهم نصرا عزيزا وفتح لهم مشارق الأرض ومغاربها، وما ذلك على الله بعزيز في أي عصر من العصور. وإنما على المؤمنين أن يسلكوا الله سبحانه وتعالى في العبادة وفي التقوى وتقرب إليه بأصناف الطاعات، وأن يتعازروا فيما بينهم، وأن يتعاونوا، وأن يشد بعضهم أزر بعض بالتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك هو الذي يقوم هذه الوحدة الإيمانية التي تجمع الشتات. إذ الله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ترون أن الله بدأ أولا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن يبدأ بذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وما ذلك إلا لأن جميع تعاليم الإسلام يحافظ عليها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك بين الله سبحانه وتعالى وجوب التوحد على هذه الأمة ووجوب انضوائها جميعا تحت لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم أتبع ذلك قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومعنى ذلك أن هذه الأمة جميعا يجب أن تكون أمة تآمر بالمعروف وتناهي عن المنكر. كيف؟ والله سبحانه وتعالى حكم على الجنس البشري جميعا بالخسران إلا الذين جمعوا بين 4 خصال. فقد قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر لا بد منهما، وهما يحققان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بين الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لهذا الخير العظيم، وأن يسوقنا إليه ويسوقه إلينا بعونه وكرمه وتوفيقه، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيننا عليهما وعلى جميع الطاعات في شهر رمضان وفي غيره ما دامت لنا بقية من حياة. وأشكركم جميعا، وأسأل الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة الغالية الطيبة على صاحب الجلال السلطان المعظم وعلى جميع الشعب العماني وعلى جميع الشعوب المسلمة بالخيرات واليمن والبركات والألفة والوفاق. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.